مع أخبار برشلونة اليوم. خبرنا الأول: صفقة هالاند ما هي إلا بالونة إعلامية جديدة من خوان لابورتا. أكدت المواقع الأسبانية على أن كل ما يقال بشأن رغبة برشلونة في التعاقد مع هالاند في نهاية الموسم الحالي ما هو إلا بالونة جديدة، فقاعة إعلامية جديدة من خوان لابورتا، لأن الواقع بيقول إنه من المستحيل أن يوقع برشلونة مع هالاند حتى مع بيع لاعبين وتوفير مثلا 100 مليون يورو. هيكون برضه من الصعب التعاقد معه بسبب سقف الرواتب الحالي، لذا صفقة هالاند صفقة مستحيلة. خبرنا الثاني: تعرف على المدرب اللي رشحه جوارديولا لخلافة تشافي في برشلونة. أكد راديو كاتالونيا على أن جوارديولا أخبر خوان لابورتا بأن أنسب مدرب لخلافة تشافي هو مدرب نادي برايتون ديزيربي. لذلك بدأ خوان لابورتا في مشاهدة مباريات برايتون في الدوري الإنجليزي. خبرنا الثالث: خوان لابورتا بيتابع مباريات برايتون بعد نصيحة جوارديولا. أكدت إذاعة راديو كاتالونيا على أن خوان لابورتا بدأ بالفعل من الآن متابعة جميع مباريات برايتون في الدوري الإنجليزي ليرى كيف يلعبون، بعدما أكد جوارديولا له على أن ديزيربي هيكون هو الأفضل لخلافة تشافي. خبرنا الرابع: ثنائي برشلونة على أعتاب الرحيل. أكدت بعض التقارير على أن الثنائي ماركوس ألونسو وسيرجيو روبرتو سيرحلوا عن الفريق مجانا في نهاية الموسم الحالي، وذلك بعد انتهاء تعاقدهم مع النادي. برشلونة لا يرغب في تجديد عقود الثنائي. خبرنا الخامس: تعرف على الأندية السعودية المهتمة بالتعاقد مع رافينيا. أوضحت بعض التقارير بأن نادي الاتحاد أكتر نادي مهتم بالتعاقد مع رافينيا، وأيضا الهلال يرغب في ضمه.